أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعرف بعض الأسرار عن أشهر فنانين الزمن الجميل، وإزاي كانوا بيحاولوا إنهم يخفوا الأسرار دي خوفا منهم على نجوميتهم، أو إنهم خافوا إن معجبينهم يقلوا. الفنانة سعاد حسني. انتوا تعرفوا إن الفنانة سعاد حسني كانت بتاخد أعلى أجر من الفنانات في جيلها، وكان بيصل أجرها ل25,000 جنيه في الفيلم الواحد، وكان الرقم ده في فترة التمانينات بمثابة ثروة كبيرة. وتاني واحدة كان أجرها عالي بعد سعاد حسني هي الفنانة نجلاء فتحي، وبعدها ميرفت أمين. عبد الحليم حافظ. الفنان عبد الحليم حافظ كان دايما بيخاف لما يروح يغني في حفلاته، ولما كان بيحيي حفلة كان بيحس إنها أول حفلة ليه، وكان بطبعه شخص قلوق للغاية. ولما كان بيرجع البيت بعد الحفلة ما كانش بيسمع الحفلة وقتها، لكنه كان بيسمعها بعدها بيومين. الفنان رشدي أباظة. كان الدنجوان رشدي أباظة مدمن للخمور والأعشاب، وكشف الفنان أحمد رمزي عن السر ده في أحد اللقاءات التلفزيونية، وقال إن الفنان رشدي أباظة ما كانش بيقدر يمثل إلا لو لف سجارتين قبل المشهد، وكان بيستغرب هو إزاي بيأدي أدواره رغم تعاطيه للحشيش. أم كلثوم. كشفت أم كلثوم عن صورة متداولة لها أثناء وقوعها، وقالت: في أحد حفلاتي طلع شاب على المسرح واستلقى أرضا ومسك رجلي بقوة في محاولة منه لتقبيلها، ولما حاولت أم كلثوم إنها تتخلص منه سقطت على خشبة المسرح. الفنانة زبيدة ثروت. أخفت الفنانة زبيدة ثروت علاقتها بعائلة محمد علي باشا مؤسس دولة مصر الحديثة بعد ما ساءت سمعة هذه العائلة، الأمر اللي خلاها تكذب، وكانت بتأكد إنها ليس لها علاقة بتلك العائلة. لكن الحقيقة اللي اتكشفت أمام الجميع إن الفنانة زبيدة ثروت هي ابنة الأمير طسن ابن محمد علي باشا.